حبايبي ألف مليون هنا وشفا. طريقة الكفتة إن شاء الله بالطريقة دي طراوة وجمال وريحة مش هتلاقيها غير في قناة سر وصفة ماما. زي ما انتم شايفين هي بتتكلم عن نفسها، أنا مش هتكلم كتير. بصوا الطراوة بتاعتها، بصوا اهي بصوا الطراوة، أنا هفتح لكم اهي، شايفينها؟ بصوا الطراوة بتاعتها من جوه، بصوا مش مستحملة حتى إن أنا أمسكها، طرية وهشة وجميلة اهي شايفين؟ بألف مليون هنا وشفها. يا رب ان شاء الله تعجبكم، وما تنسوش يا حبايبي تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد باذن الله، وتشيروا الفيديو عشان نوصل لاكبر عدد من المتابعين. وما تنسونيش في اللايكات، انا عارفاكم ان انتم مش بخلة، فيا ريت تشجعوني وتدعموني بلايكاتكم. يا رب ان شاء الله الوصفه تعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي في قناة سر وصفة ماما. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب دايما بإذن الله. النهاردة حبايبي هنعمل طريقة كفتة الفراخ. أنا جايبة صدر فرخة ومقطعاه وفرمته عندي وشين، أخد وشين وحطاله قرنين فلفل، واحد أخضر واحد أحمر رومي صغيرين، وحطاله بصلتين وفرمتهم معاهم. تمام. طيب عشان معايا كفتة الفراخ تظبط، فانا جايبه لها نشا، جايبه لها بقسماط وكمان بيض. احتمال ما احتاجش النشا والبقسماط، تمام، لكن البيض اساسي. طب ايه التوابل؟ ملح فلفل بس، ولا احط لها بهارات فراخ ولا اي حاجه، هو ملح وفلفل بس. تمام. وكزبره دي لان انا هعمل عليهم شويه بطاطس بس بطريقه مختلفه، فخليكم معايا عشان اوريكم احنا هنعمل ايه. دلوقتي انا هنعمل بطاطس بالصلصه، تمام، ومعاها شويه رز بالشعريه. فانا دلوقتي هاخد الفراخ زي ما انتم شايفين كده معايا، هفضيها فين؟ في الطبق ده اهو، تمام، وهبتدي احط عليها البيض، تمام، عشان انا عايزاهم يمسكوا مع بعض. زي ما انتم شايفين هي ايه؟ سايبه. فاول حاجه هحطها النشا. ليه؟ لان النشا بياخد الرطوبه اللي في الحاجه. اهو ادي معلقه وادي التانيه نشا، تمام. هقلبهم مع بعض، وهاخد برضو معلقه تانيه بقسماط، تمام، وهاخد حبه ملح اهو لان انا مش محيقاها اصلا، تمام، وحبه فلفل وحبه شطه، تمام. هقلبهم مع بعض، تمام، وهوريهم لكم القوام بتاعه ظبط ولا لا قبل ما احط البيض، تمام. زي ما انتم شايفين انا حطيت لهم النشا والبقسماط زي ما انتم شفتوا، حطيتش اي حاجه تاني، تمام. وفضلت اعجن فيهم كده. اهم حاجه في الكفته تعجنيها كويس. انا بس ايه، ايدي وجعتني لان انا مطلعاها متلجه. انا احب الكفته اللحمه او الفراخ تكون عندي متلجه، تمام، عشان احافظ عليها من البكتيريا اللي بتبقى ايه فيها، تمام. هي دلوقتي مسكت معايا، شايفين؟ بصوا هي مش محتاجه حاجه تاني اهي بصوا اهي. طيب هتحطي لها بيض لو عايزه في الفتره دي تحطي لها بيض، تمام، مش عايزه خلاص. بس انا هحط لها بيضه واحده لان انا البيض عندي صغير، فهحط لها واحده بس، تمام. انت مش عايزه خلاص لان هي كده تمام وزي الفل. انا خدت بيضه اهي معايا، بس ممكن تحطيها لو انت عايزه، مش عايزه خلاص. انا كده ظبطت، تمام. برضو هديها تقليبه وبعد كده هبتدي ايه اصبحها. فانا جايبه اللي هو زي اسياخ اللي بتبقى عند الحاتي الحديد. انا جايبه جوزي ربنا يخليه لي يا رب، جايب لي واحد استانلس، تمام، عشان اصبع عليه. فانا ايه هخلطهم كويس وهصبع وهوريكم اصبع ازاي واديها تفريغه من جوه عشان تظبط معايا، تمام. اهو انا ديني عجنتها قدامكم اهو اهي وزي الفل. فانا عايزه اوريكم ايه اصبع ازاي عليها، تمام. اهو شايفين
قدامكم كل حاجه. انا بس عايزه ايه، هديها برضو ايه تقليبه تاني كويسه، بس انا عايزه اوريكم. شايفين بفضل اظبطها كده اهو على السيخ كده، واروح واخداها. انا لسه ايه هعجنهم تاني، تمام؟ زي ما انتم شايفين كده، وبروح واخداه واركنهم كده على جنب لحد ما اكمل الكميه. وبرضو هوريكم واحد تاني بس اعجنه كويس حبايبي. وقعدت اعجن فيها كويس قوي، ما حطيتلهاش اي حاجه، عشان انا عايزه الوصفه معاكي زي ما انا بقولها تطلع معاكي احلى من معايا، تمام؟ زي ما انتم شايفين خدت العجينه وصبعتها، وهوريكم دلوقتي برضه تاني. زي ما انتم شايفين الفراغ ده هو ده اللي انا عايزاه، اللي يطلع معايا الكفته هشه كده من جوه وجميله، تمام؟ ان شاء الله تبقى احلى من ايه، من ما انا بعملها. ما حطيتلهاش اي حاجه تاني غير اللي انا ايه قلت لكم عليها، تمام؟ عشان ان شاء الله انا عايزه الوصفه باذن الله تنجح معاكم، عشان تدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم كده. زي ما انتم شايفين برضو اهو، زي ما انتم شايفين التفريغات دي. ايه ده؟ في قهوه. هي القهوه طبعا مكونات؟ لا، القهوه دي بشربها عشان اعرف ايه نظبط المود بتاعنا، تمام؟ زي ما انتم شايفين كده معايا اهو. يا رب ان شاء الله الوصفه دي تمشوا عليها باذن الله عشان تطلع مظبوطه معاكم، عشان تدعوا لي دعوه حلوه، تمام؟ انا كده وريتكم كام صابع قدامكم اهو. بصوا ماسكه ازاي على السيخ، بصوا اهو، تمام؟ اهو ادينا عملت قدامكم 2 وهعمل قدامكم واحد تاني برضو، تمام؟ عشان انا اهم حاجه دي، اهم حته في الفراخ، عشان الفراخ ما تفكش معاكي، وعشان تبقى طيبه وهشه وداخل لها الهواء وهي بتطيب من كل حته، عشان كده تلاقيها هشه وطيبه جوه وبره. شايفين اهي، زي ما انتم شايفين كده معايا اهي، تمام؟ هكمل باقي الكميه ماشي كلها وهخلصها، وهرجع لكم اوريكم هنعمل ايه تاني. خليكم معايا يا حبايبي. زي ما انتم شايفين انا صبعت الكميه كلها اهي زي ما وريتكم. هبتدي دلوقتي احطهم في التلاجة عقبال ما ابتدي اجهز البطاطس اللي انا هعملها، تمام؟ هدق لها التومه دلوقتي، هاخد شويه توم، تمام؟ اهو، وهحط عليهم حبه ملح صغيره عشان بس يتدق معايا بسهوله، وهحط عليهم كزبره، تمام؟ وهبتدي ايه ادقهم، تمام؟ يكون الكفته ايه اتشمعت شويه في التلاجة، تمام؟ طبعا دقينا التوم اهو زي ما انتم شايفينه، وقلت عقبال ما الكفته تتشمع شويه في التلاجة هبتدي اعمل الرز، تمام؟ جبت 1.5 كوبايه من الشعريه، تمام؟ وحطيت لهم شويه زيت على النار اهو زي ما انتم شايفين كده. هحمر الشعريه، تمام؟ هحمرها واوريها لكم. زي ما انتم شايفين الشعريه اتحمرت اهي معايا. انا دلوقتي هحط عليهم الرز، تمام؟ انا حابه بس اوريكم عشان ما نوقفش كتير في المطبخ، تمام؟ بوريكم ان هي في الفتره اللي احنا مستنيين تتشمع الكفته بنعمل الرز. انا حابه اوريكم ان ايه بنستغل الوقت عشان ما نوقفش كتير، تمام؟ حبايبي زي ما انتم شايفين انا حطيت الرز اهو، تمام؟ حط له الملح بتاعه، وحط له الشطه، تمام؟ ملح وشطه اهو. هديله تقليبه برضو، اديله تقليبه كده معايا، وبعد كده ايه اطشه بالميه، تمام؟ اديله تقليبه يشخول بس كده معايا، وهطشه بالميه. طبعا انتوا اكيد عرفتوا خلاص الرز ده انا بعمله ازاي، تمام؟ حبايبي زي ما انتوا شايفين شكل الرز شخول معايا ازاي وبيلمع، تمام؟ هبتدي انزل عليه بالميه، تمام؟ هديله تقليبه كده وايه وخلاص هغطيه. خلاص كده الرز خلص معايا، عشان هبتدي دلوقتي ايه اشتغل في الكفته. يبقى كده انا خلصت الرز، تمام؟ هظبط حياقه، تمام؟ وهغطي عليه. حبايبي زي ما انتم شايفين حطيت الصينيه على النار وحطيت فيها حبه زيت، وهبتدي انزل بالكفته. شايفين هنزل واحد واحد اهو، هديه بس ايه تشويحه، تمام؟ اهو
هشوحهم كده على النار وهوريلكم هنعمل ايه فيهم تاني. زي ما انتم شايفين انا لسه معايا كميه الكفته، عشان كده انا مختاره طاسه كبيره. بصوا ما ابتديتش احركها من مكانها الا لما الجنب اللي تحت حمر زي ما انتم شايفين كده، ما حركتهاش من مكانها خالص، كنت بهز بالصينيه زي ما انتم شايفين كده. تمام، ما باجيش ناحيتها خالص غير تمام ما بديهاش 0% ان هي تفك مني. تمام اهو زي ما انتم شايفين كده ببتدي ايه اقلبهم عشان هوسع واحط باقي الكميه. تمام، انا حبيت برضو اوريكم كل حاجه بالتفصيل عشان الوصفه تطلع معاكم ناجحه. تمام زي ما انتم شايفين كده برضو هتاخد ايه، هبتدي احط اللي هم الباقيين اهو، عشان انا بوريكم ان انا ما باخدش الكميه كلها مره واحده. تمام زي ما انتم شايفين كده ببتدي اوسع مكان عشان احطها. وادي الرز استوى معايا. تمام زي ما انتم شايفين كده اهو، خلاص انا هطفي عليه واغطيه زي ما انتم شايفين كده مفلفل وزي الفل. هغطي عليه كده وانا لسه هنا شغاله على ايه، على الكفته زي ما انتم شايفين اهي، ما بحركش اللي بحطها ما بحركهاش خالص. تمام زي ما انتم شايفين. لو حبيت احركها عشان انا لسه حاطه ايه كام واحده لسه ما تحمروش، اما احب احركها بمسك كده بالفوطه. تمام اهي بحركها بالطريقه دي. تمام لحد بس ما يمسك الحته اللي تحت. تمام عشان تفضل معايا محافظه ايه الكفتايه على طراوتها. زي ما انتم شايفين انا الكميه كلها اهي خدت تشويحه معايا لسه ما استوتش. تمام زي ما انتم شايفين كده اهي. تمام بخرجهم كلهم اهو، هخرجهم. تمام وهوريكم هنعمل ايه دلوقتي مكانها. تمام هخرجهم زي ما انتم شايفين كده، الكميه خلصت اهي معايا هخرجها زي ما انتم شايفين. خلاص كده ايه شيل الكميه كلها زي ما وريتكم. تمام صدمه واحده بس مش كتير اهو. هبتدي احط التومه اللي انا دقيتها في المكان اللي نازل من الفراخ، هديها تشويحه كده مكان اللي نازل من الفراخ. لو حسيتي الماده الدهنيه اللي انت حطاها قليله ممكن تحطي حبه. تمام اهي زي ما انتم شايفين هديها تحميره مكان الفراخ. تمام وابتدي ارشها بايه بالصلصه اهو، احمر بس معايا تاخد ايه اللون الاصفر. سلام على الروايح مكان الفراخ. تمام هتصفر كده وهنطش عليها الصلصه. طيب زي ما انتم شايفين التومه كده اهو صفرت. تمام هبتدي انزل عليها بشويه صلصه اهو مش كتير. تمام هتغلي بس غلوه وهوريكم برضو هنعمل فيها ايه. حبايبي انا عندي شوربه فانا طلعتها عشان هحط لها ايه كوبايه شوربه اهو. تمام عشان تغلي بس كده عشان ابتدي اوريكم ايه اللي هنحطه عشان نكمل ايه طريقه الكفته. زي ما انتم شايفين غلت معايا هبتدي اسقط فيها البطاطس. تمام اهو هكمل الكميه كلها وبرده ايه هديها كوبايه شوربه تاني عشان انا مش عايزه التومه دي تبقى تقيله، عايزاها خفيفه عشان لسه كمان هحط عليها الكفته. بس هوريكم احط الكفته امتى. تمام زي ما انتم شايفين كده انا حطيت كميه البطاطس كلها اهي، هبتدي اصب عليها كوبايه تاني شوربه اهو. تمام وبرده هسيبها تغلي غلوه وهوريكم هنعمل ايه تاني. طيب زي ما انتم شايفين بعد ما حطيت البطاطس فيها ابتدت تغلي تاني، هبتدي احط الكفته. تمام اهو احط الكميه كلها واوريها لكم. طيب زي ما انتم شايفين انا دلوقتي اقدر احط لها الحياء بتاعها. ليه؟ عشان انا ما اقدرش احط حياء غير اما اشوف طعم الكفته مع الصلصه ايه اخبارها، لان الكفته محطوط لها ملح وفلفل. فانا دلوقتي دقتها لقيتها ايه محتاجه. تمام فانا هحط لها اهو شويه فلفل اسود. تمام شويه شطه. تمام برضو حبه كزبره وايه وهحط الملح. تمام عشان دقت الملح بتاعها فمحتاج حبه. تمام بس كده هسيبها ايه هديها تقليبه وهسيبها ماشي اهو زي ما انتم شايفين اهي، ولا فكت ولا صابع مننا اهو. تمام ان شاء الله امشي معايا بالطريقه دي باذن الله مش هتفك منك ابدا وهتطلع معاكي
طعمها وريحتها تحفه باذن الله. تمام، انا هسيبها دلوقتي تستوي هي والبطاطس. تمام، الفراخ هتاخد سوى البطاطس. تمام، وبعد كده ايه اوريكم شكلها. خلاص كده زي ما انتم شايفين كده البطاطس معانا استوت. هديت عليها طفيت عليها قصدي، معلش اهي زي ما انتم شايفين عشان سخنه بس مش عارفه امسكها. تمام اهي. تمام كده البطاطس معانا استوت وزي الفل، والكفته الله اكبر عليها. تمام، الف مليون هنا وشفا حبايبي، الف مليون هنا وشفا. طريقه الكفته ان شاء الله بالطريقه دي طراوه وجمال وريحه مش هتلاقيها غير في قناه سر وصفه ماما. زي ما انتم شايفين هي بتتكلم عن نفسها، انا مش هتكلم كتير. بصوا الطراوه بتاعتها، بصوا اهي اهي، بصوا الطراوه انا هفتح لكم اهي، شايفينها؟ بصوا الطراوه بتاعتها من جوه، بصوا مش مستحمله حتى ان انا امسكها، طريه وهشه وجميله اهي اهي، شايفين؟ بألف مليون هنا وشفها يا رب ان شاء الله تعجبكم. وما تنسوش يا حبايبي تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد باذن الله، وتشيروا الفيديو عشان نوصل لاكبر عدد من المتابعين. وما تنسونيش في اللايكات، انا عارفاكم ان انتم مش بخلة، فيا ريت تشجعوني وتدعموني بلايكاتكم. يا رب ان شاء الله الوصفه تعجبكم.